لن نستسلم، ننتصر أو نموت. هذه قصة أبطال الحرب العالمية الثانية المنسيين. عاليا في السماء كان الحمام يقوم بواجبه في مقاتلة النازيين. Everyone's heard about Spitfires and the Battle of Britain, but there's actually a bird war going on. سجل رقم قياسي في استخدام الحمام مثل وينكي، ماري أوف إكسيتر، جي آي جو، دوك نورماندي، وويليام أوف أورنج. كانت ضمن نخبة تستخدم كحاملة رسائل في زمن الحرب من جبهة القتال إلى الوطن، كما أنها ساعدت على إنقاذ آلاف الأرواح. These little winged messengers were something quite special. واجهت المخاطر، فقد وضع الألمان القناصة، والأسوأ من ذلك أنهم دربوا سربا من قاتلي الحمام الطبيعيين الصقور. Die Abwehr gegen die Brieftaube war ja groß. Hat man eben die Falken auf Daumen loslassen im Flug. بعد 60 سنة تمكن العلماء من اكتشاف كيف استطاعت هذه الطيور تحقيق هذه البطولات المدهشة عبر الطيران لمسافات بعيدة. That ability is magical in a way, and that's one of the things that scientists have been trying to understand. وحديثا قاموا بنشر بعض الوثائق بالغة السرية. هذا يعني أنه يمكننا وللمرة الأولى أن نروي قصة استخدام الحمام كحامل رسائل وكجواسيس. Everyone's heard of James Bond. There's actually a secret service for pigeons. هذه هي القصص الحقيقية لفرقة الحمام، خصوصا في الحرب العالمية الثانية، والتي ساعدت على الانتصار في الحرب. التاسع عشر من سبتمبر أيلول لعام 1944 عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين والبريطانيين محتشدون في أرنم هولندا في واحدة من أجرأ معارك الهجوم في الحرب العالمية الثانية. حرب محورية تستعر هنا كجزء من خطة الحلفاء لدفع العدو للتراجع إلى ألمانيا. في أكبر هجوم جوي في التاريخ تم إنزال 30,000 جندي خلف خطوط الأعداء، مهمتهم التسلل إلى الأراضي الألمانية. لكن حصلت الكارثة. حاصر الجنود الألمان فرقة المظليين الذين تعطلت جميع أجهزة اللاسلكية الخاصة بهم. أصبح أولئك المظليون في عداد الموتى. Now imagine yourself, you're in the Arnhem pocket, you're cut off by 2 crack SS divisions, you're outnumbered, you're running out of ammunition, you're going nowhere. You're either going to be killed or captured. All the communications have failed. في أوج أكثر الحروب المتطورة تكنولوجيا التي شهدها العالم، كان أملهم الوحيد في البقاء فريقا من الحمام حامل الرسائل. And if the pigeon doesn't get through at Arnhem, there is no other form of communicating. كيف يمكن أن يكون مصير آلاف الجنود معلقا بحمامة واحدة؟ كيف لها أن تنجح حيث فشلت أجهزة اللاسلكي؟ لعب الحمام دورا سريا في الحرب العالمية الثانية. معظم الناس اليوم يعتبرون الحمام مخلوقات مؤذية كالفئران بأجنحة أو كناقلة للأمراض، ولكن هذه الطيور لها مجموعة من القدرات الطبيعية التي أدت إلى استخدامها كحاملة رسائل من قبل قوات الحلفاء والقوات الألمانية، وبذلك أصبح دورها مهما ومؤثرا في نتيجة الحرب. أجسادها الرياضية جعلتها حاملة رسائل مثالية، فقلب الحمامة ينبض 600 مرة في الدقيقة. They really are designed for enormously long distances. They really are long distance runners or long distance athletes of the bird world. Most of its weight, 20 to 30% of its weight, is taken up with these massive flight muscles that attach to its breastbone. يمكنها أن ترفرف بأجنحتها 10 مرات في الثانية، مما يعطيها سرعة فائقة يمكن أن تستمر عدة ساعات. If they've got the wind behind them, you know, they're certainly being able to sort of fly at 50 or 60 miles an hour. الأهم أن لدى الحمام موهبة تجعله حامل رسائل يعتمد عليه. يمكنك أن تأخذه إلى أي مكان وسيعرف تماما كيف يجد طريق العودة إلى مقره. Racing pigeons are fairly small birds. They only weigh about a pound, but within that bird is a great capability for homing. So I think man really did find from the very outset that these little winged messengers were something quite special.
لعب الحمام دورا مهما في الحرب لدرجة أنه تم تقديم ميدالية له تعرف باسم ميدالية ديكن، وهي تعادل ميدالية الكونغرس للشرف أو ميدالية فيكتوريا. Yes, dogs won 18 Dickin medals. Horses won 3. 32 Dickin medal were won by pigeons. ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعترف فيها بقدرات الحمام الخارقة. Well, we know that homing pigeons have been used really since time immemorial. Noah was probably the very first sort of pigeon fancier, and he released the dove from the ark. وكان جنكيز خان يستخدم الحمام كوسيلة اتصال عبر البحار. يوليوس قيصر أرسل أخبار حملاته العسكرية عن طريق الحمام الزاجر، حتى أخبار هزيمة نابليون في ووترلو وصلت إلى بريطانيا عن طريق رسالة ملفوفة على ساق حمامة. وفي الحرب العالمية الأولى كان الحمام الزاجل يستخدم كثيرا. The First World War is fought mainly on landline telephones and the telegraph, and that's easily cut and broken. Wireless's radio is very primitive. The pigeon, however, can be taken forward in a trench and released and sent back. تم استخدام أكثر من 200,000 حمامة بشكل ناجح جدا لإحضار المعلومات المهمة من جبهات القتال. ولكن في نهاية الحرب قررت بريطانيا وأمريكا أن تسرح فرقة الحمام العسكرية من الخدمة. By the end of the First World War, we got something like 20,000 pigeons being used. Something like 400 dedicated pigeon handlers in the armed forces. And the minute the war's over, your noble servant in the Treasury, with a stroke of the pen, closes it down to save money. The Germans, the defeated power, aren't so foolish. They realise the pigeon's useful, and they keep it going all through the 20s, all through the 30s. كان أدولف هتلر يجهز دولته للحرب، وكان يفهم أهمية الحمام كوسيلة لنقل الرسائل. 1934, nach der Machtübernahme von Hitler, in 1934, after Hitler came to power, the carrier pigeon was put under the official protection of the government. hat sich die deutsche Führung von der Armee sofort The German Army Command immediately discussed the various ways they could use the carrier pigeons for the future of Germany. für die Zukunft. This was because they were already having thoughts that their army would be sent back into battle. Auseinandersetzung wiederkommt. لودفيغ سبيتسفيزر هو مربي حمام زود الجيش الألماني بالحمام. I myself was still a young boy then, and I had pigeons, carrier pigeons. I registered them all with the police. I had to. كانت خدمة الحمام الألمانية قائمة ومستمرة دون وجود دائرة مخصصة له، وكانت قوات الحلفاء متأخرة جدا. معظم الناس في بريطانيا وأمريكا لم يدركوا ذلك. عشية الحرب العالمية الثانية اعتقدوا أن أيام استخدام الحمام كوسيلة اتصالات انتهت، وأن اللاسلكي سيحل محله. لم يوافق الجميع على هذا. الجنرال دبليو أوزمان كان مربي حمام في بريطانيا، واعتقد أن التكنولوجيا اللاسلكية لا زالت في بداياتها، وأن الحمام سيظل مطلوبا في الحروب المستقبلية. قرر أن يسعى لإعادة دائرة الحمام الوطنية إلى العمل مرة أخرى. I don't want to hear anything else. All I want is money, sir. I need money to fund this immediately. And he starts to rattle the War Office's cage, literally, and say, come on, we need a pigeon service. And he batters his head against the War Office for about 2 years. We've found in the files extraordinary notes from one civil servant to another saying, this chap's just doing it to feather his own nest. This chap's just doing it so he can get an easy job in the war. سواء أقام بهذا تلبية لنداء الواجب أو كهواية شخصية، فقد تمكن أوزمان من إقناع الحكومة البريطانية بتأسيس دائرة جديدة. في البداية كانت منظمة بسيطة هدفها توفير الحمام ليتم استخدامه لإعطاء الإشارات من الطائرات التي يتم إسقاطها. I never thought that our birds would be so valuable. Any birds that I'd got were at the disposal of the forces. That to me was what it was all about.
بدايات خدمة الحمام الوطنية واجهت الكثير من المصاعب. فاز الجنرال أوزمان في معركة إنشائها، ولكن كانت هناك معركة أخرى، فالقليل فقط من القادة العسكريين والسياسيين أدركوا أهميتها. في البداية كان تمويلها قليلا جدا، وكان اللاسلكي الوسيلة الأفضل، وهذا ما أرادوا أن يستثمروا نقودهم فيه. The military think the day of the pigeon is past. High-tech radars have come in, listening posts, wireless, all kinds of good technological things. They feel they don't need the pigeon. They're wrong. لتتمكن الخدمة من البقاء وللحفاظ على الحمام كان عليهم أن يثبتوا أنفسهم. حمامتان قامتا بتغيير الطريقة التي عملت بها دائرة خدمة الحمام. Now, quite early in the war, pigeons begin to save lives, and the Air Ministry in particular is very taken with the use pigeons are having for bomber command. أصدر السلاح الجوي الملكي قرارا يوجب مرافقة حمامتين في جميع مهمات إلقاء القنابل لاستخدامهما كوسيلة اتصالات طارئة في حال سقوط الطائرة. في حال تعذر استخدام اللاسلكي فإن الحمامتين تتحملان مسؤولية العودة إلى الوطن لطلب المساعدة. كانت هناك حمامة اسمها وينكي، وكانت فرصة بروزها وشيكة. And there's a very famous story when a Beaufort crashes in the North Sea after having done a sortie off the Norwegian coast. تعطل أحد محركات قاذفة قنابل، وبينما كانت تتجه نحو البحر كان لدى الطاقم الوقت الكافي لإرسال رسالة استغاثة. في قاعدة في اسكتلندا تم استلام رسالة الاستغاثة فقط لا غير، فقد حطم الارتطام أجهزة الإرسال ولم يتمكنوا من تحديد مكان الارتطام، حتى إنهم لم يعرفوا إن كان الجنود في الطائرة لا يزالون على قيد الحياة أم لا. ولكن الطاقم نجا. تم إطلاق وينكي من حطام الطائرة لتطير مسافة 180 كيلومترا لتصل إلى مقرها. تم إرسال قارب إنقاذ من القاعدة، ولكن فرصة العثور على الطاقم كانت ضئيلة جدا. كانت مساحة منطقة البحث واسعة للغاية. كان لدى الطاقم أمل وحيد بالنجاة. على الحمامة أن تزود فريق الإنقاذ بالمعلومات الكافية لتضييق مساحة البحث في البحر، ولكن واجهت الكثير من الصعاب. Just imagine February, north of Scotland, RAF Lucas, cold windswept night. Winky went into the water and was covered in fuel and oil and salt water. Now, bearing in mind normally today we only race our pigeons A in the summer and B in daylight. Winky released through this atrocious weather in very dark conditions. نجحت وينكي في الوصول إلى مقرها عند فجر اليوم التالي. So Winky arrives back at the loft at RAF Lucas to be met by the loft manager there, Sergeant Davidson. He was obviously very pleased to see Winky back, but noted that her condition was far from its best, covered in oil and fuel, looking very fatigued. بسرعة قام العريف ديفيدسون بإيصال رسالة الاستغاثة إلى مقر مركز الإنقاذ. Now, the air-sea rescue for the missing aircraft has been called off, but a very clever sergeant spots from the time that it must have taken the pigeon to fly and from the condition of the bird that perhaps they're searching in the wrong place. Air-sea rescue is alerted, goes out again, and thanks to this extraordinary pigeon, Winky, actually finds the downed air crew and rescues them. Well, the crew obviously were so pleased that they held a celebration dinner in the officers' mess at RAF Lucas in celebration of Winky and her handler. كانت وينكي أول حمامة تحصل على وسام فيكتوريا للحيوانات وهي ميدالية ديكن، وهكذا حصل الحمام على احترام جديد وكبير جدا. ولكن شجاعة وتصميم حمامة أمريكية أخرى نقل وحدة خدمة الحمام الوطنية إلى مستوى رفيع. عندما شاركت الولايات المتحدة في الحرب أحضروا معهم آلاف المركبات المدرعة والأسلحة والجنود.
American soldiers at the rate of 150,000 every month. أحضروا معهم الحمام أيضا والمدرب على الطيران للعودة إلى القاعدة العسكرية في أوروبا. إحدى هذه الحمامات كانت تدعى GI جو، والتي قامت بواحدة من أعظم مهمات الإنقاذ في تاريخ الحرب. في رحلة طيران قصيرة واحدة قامت بإنقاذ أرواح أكثر من 1000 جندي من قوات الحلفاء. There's a very famous story from Italy where the United States Army Air Force are going to do a bombing raid. And in fact, they're just about to bomb a town in northern Italy, which has been occupied by British soldiers. ولكن الجنود البريطانيين وصلوا باكرا، والألمان الذين خافوا من الهجوم استسلموا دون قتال. حاول البريطانيون أن يرسلوا رسالة عبر اللاسلكي إلى الأمريكيين ليخبروهم أن عليهم إلغاء الغار، ولكنهم اكتشفوا أن جميع أجهزة اللاسلكية الخاصة بهم تعطلت. There must be nearly 1,000 soldiers there. They can't get the message back to stop the bomber raid coming in. And British soldiers are going to be obliterated by this American bombing raid, blue on blue. تبعد البلدة 30 كيلومترا عن القاعدة، وكانت الغارة الجوية على وشك البدء خلال 20 دقيقة. So they had one chance and one chance only to tell the American Air Force that British forces were actually in the town. And that was G.I. Joe. لإيصال الرسالة إليهم في الوقت المناسب كان على GI جو أن تطير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة، وهي أعلى سرعة يمكن أن يطير بها الحمام. عليها أن تجد مقرها في القاعدة الجوية دون أن تنحرف، وإن لم تنجح فإن القنابل الأمريكية سوف تقتل أكثر من 1000 جندي بريطاني. الأهم أنها كانت تحضر الرسائل التي يحملها الحمام إلى القاعدة. الحصول على هذه الرسائل وعلى أغلفتها قاد إلى أهم مرحلة في الحرب بين أثبت الحمام الزاجل في الحرب العالمية الثانية نفسه كناقل رسائل ومنقذ مهم، فقد ساعد على إنقاذ آلاف الأرواح من الجنود والطيارين. فحصل على اهتمام قسم ما قامت به GI جو أنقذ حياة أكثر من 1000 جندي بريطاني. لا زال جسدها موضوعا كان أهم شيء معرفة أسلوب حلقات التعريف ومغلفات الرسائل التي يستخدمها الألمان. كان أعضاء وحدة خدمة الحمام الوطنية الأبطال ينقذون الكثير من الأرواح، كما يصل ما يقارب 98% من الرسائل بنجاح، وهذا جعل القادة العسكريين يدركون أهمية الحرب. لكن حصل شيء ما هدد بنهاية مفاجئة لوحدة خدمة الحمام الوطنية. الألمان مدى أهمية الحمام لدى قوات الحلفاء، وقرروا أن يطلقوا سلاحهم السري قاتلا حيا للحمام. إنه الصقر الجوي. Perfectly sound British pigeons, jolly good chaps, but they're putting German rings on them and stamping German pigeon marks on their arms. You could actually say they're undercover pigeons. الحمام الحربي كان على وشك الدخول. كان يتم وضع الحمام بالمرتبة الثانية تحت التخفي، ومن ثم يتم إطلاقه في المناطق المختلفة. وبما أن الحمام طيار ضعيف فهو لا يملك القدرة على الطيران لمسافات طويلة للعودة إلى المقر، فهو ينزع بشكل غريزي إلى الانضمام إلى أسراب الحمام المحلية، وهكذا يتسلل إلى خدمة الحمام الألماني. كان الألمان يرسلون هذا الحمام المتخفي في مهمات إلى بريطانيا. فور أن يتم إطلاقه فإنه لن يعود إلى ألمانيا بالرسائل، بل سيعود إلى مقره الأصلي في بريطانيا، وبالتالي فإن معلومات مهمة جدا سوف تصل إلى أيدي قوات التحالف. نجاح هذه المهمة كان سيتم بقذف الحمام إلى قلب الحرب التجسسية. بما أن الوثائق السرية أصبحت غير سرية، كشفنا القصة الكاملة عن كيفية تورط الحمام في هذه اللعبة الكبيرة. الحمام الحربي أصبح سلاح سري. As the war progresses, people see that pigeons really still are useful, even in high-tech war. You can't jam a pigeon. A pigeon can fly silently at night over enemy lines. And hardly surprisingly, the intelligence people start to get in on the act. And pigeons become a very important adjunct to the spying game. That was when the pigeon service, as far as I was concerned, became more secretive. أظهرت الوثائق التي تم نشرها أقسام الخدمة السرية، وهي جزء من المخابرات البريطانية والتي تم إنشاؤها لتتعامل مع الحمام. كانت تسمى MI-14. Everyone's heard of James Bond. Everyone's heard of MI5, the security service, and MI6. How many people have heard of MI14? At that time, telephones could be tapped, but a pigeon can't speak. That's what I was told. And that's why it was used. It was very efficient.
قامت الوكالات الاستخبارية بتجنيد أفضل طيور الحمام لدى أفضل مربي الحمام ومنهم جاك لافل. The reason I got involved with the MI5 and 6 was via Major Osman and Lee Rayner. And that's when I was told that it would be a secret pigeon service, like the Official Secrets Act. طلب من جاك لافل أن يصطحب أفضل الحمام لديه إلى لقاءات سرية في لندن، وهناك قابل رجلا يدعى جورج برايانت وهو موظف في الاستخبارات. كانت وظيفته تجنيد أفضل طيور الحمام لتشارك في الحرب. I used to meet Bryant at his request on the underground station at St James's Park. Take pigeons there in ordinary cardboard boxes, never baskets, and leave them there. كان جورج برايانت يجمع الحمام الأسرع وكان يرسله في أخطر المهمات التي يمكن أن تتم في الحرب. كانت تذهب مع الأعضاء التنفيذيين للعمليات الخاصة في مهمات لتحضر التقارير الاستخبارية عن القواعد الألمانية وعن خطط الألمان. Very brave men and women spy on the German positions. They have to get the information back. They couldn't use a radio, given their sight away. And that was the reason they used the pigeon. تم إطلاق الحمام لوحده بواسطة المظلات. They devised special ways of releasing pigeons from a bomber flying at 150 miles an hour. It must have been quite character forming for the pigeon. But it worked. The pigeons survived and they could fly back. بواسطة استهداف هذا الحمام من قبل أعضاء المقاومة الفرنسية كان بإمكانهم الحصول على بعض أهم الأسرار والمعلومات الحربية، وهي تتضمن الدلائل الفوتوغرافية والتي لا يمكن أن يتم نقلها بأي طريقة أخرى. Vital information, for example, about the defences of D-Day and about a German rocket bomb site on the Cherbourg Peninsula, which is pointing at London. It's a pigeon that brings that message back. القيادة العليا الألمانية أظهرت قلقها الشديد من جواسيس الحمام. There was another defense against the carrier pigeons. Gun. They set up along the Channel coast and marksmen to try and bring down pigeons. لم يكن الحمام فقط المستهدف، أي شخص لديه حمام غير مسجل لدى السلطات الألمانية كان عليه أن يدفع ثمنا كبيرا جدا. Anyone found with pigeons and they can't account for them can go before a German court-martial at Kriegsgericht and end up being shot. تكبد الحمام الجاسوسي الكثير من الخسائر. In the early operations of the war, a pigeon could be expected to have a 95% chance of getting back to its loft. Of the pigeons that were used for resistance work and intelligence work, 10-15% at the most got back. It was a dangerous game being a pigeon or a pigeon handler in Hitler's occupied Europe. الحمامات كانت تعامل بأهمية المهمة المطلوبة منها، ولأنه تم إرسال الكثير من الرسائل المشفرة فقد وصلت مباشرة إلى بلاشلي بارك حيث تم الكشف عن اللغز الشهير. Bletchley Park was being used for decoding from various codes they were picking up from Germany. But it was only by something getting through to us, which happened to be the pigeon, that we got a true picture of what was going on. مهارة الحمام المدهشة في الطيران كانت عنصرا مهما لقدرتها على أن تصبح جامعة معلومات استخبارية. هذا سمح لوينكي وميري أوف إكسيتر وجي آي جو بإيصال الرسائل المهمة التي أنقذت الكثير من الأرواح. ولكن كيف تمكنت من عمل هذا؟ العلم المتطور لديه الجواب.
الأدلة تقترح أن الحمامة المتواضعة هي من أبرز الحيوانات القادرة على الطيران. لا يهم من أين يتم إطلاقها، إلا أنها تتمكن دائما من إيجاد طريقها للعودة إلى ديارها. Pigeons have been used for messengers for many thousands of years. Their fidelity to their loft site, which their home, is extraordinary. ولكن الطريقة التي يتمكن بها من عمل ذلك ما تزال السؤال الذي حير العلماء. One of the most spectacular things about pigeons is that you can take them for very long distances away from home, up to 1,000 kilometers in some cases. You can release them from a place they've never been to before, and they can get home over completely unfamiliar terrain, and that ability is magical in a way, and that's one of the things that scientists have been trying to understand. الدكتور تيم جيلفورد هو عالم وباحث في جامعة أكسفورد، وكان يقوم بالأبحاث عن طيران الحمام لأكثر من 10 سنوات. الآن فقط أصبحت لدى العلماء صورة واضحة عن كيفية قيام الحمام بهذا خلال وقت الحرب، ومؤخرا فقط مكنتهم التكنولوجيا من تتبع الطريق التي يمر منها الحمام بدقة كاملة. In the last few years, the global positioning satellite system has become small enough to put on a pigeon. And what the GPS device allows us to do is to record very accurately the position of the bird second by second. And when the pigeon comes home, we then download that information onto a computer, and then we can use it to analyze it. كشفت المعلومات المستخرجة من نظام الملاحة شيئا مهما. أظهرت أن الحمام لا يعود إلى موطنه بخط مستقيم، لسبب ما يختار سلوك طريق متعرج جدا. That surprised us really, because flying is energetically expensive, and yet they're not making the shortest routes home. There's something more important to the pigeon than just energetic efficiency, and we think that that must have something to do with the memory, the way it stores the memory of the route itself. أظهرت النتائج أن الحمام قد يستخدم طرقا لإيجاد طريقه قريبة من طرق الإنسان في الملاحة وأكثر مما كنا نعتقد. يبدو أن الحمام يبحث عن ملامح معينة في التضاريس والتي يتعرف عليها، مثل الشوارع والأبنية. They have an extremely good memory, so they'll check out things like local landmarks, ridges, mountains, cliffs, buildings, and they use their mental map and their eyesight to find their way home. أدهش هذا الاكتشاف العلماء لأنهم كانوا يعتقدون أن الحمام يطير بطريق أقرب ما يكون للخط المستقيم أو كما يطير الغراب. And remember, they're not constrained like humans driving or walking on the landscape. Being flying animals, they're free pretty much to go where they like, and yet they're still following these ground-based linear features. بمساعدة الأقمار الصناعية ظهر للعلماء شيء غريب جدا. This bird heads to a road which is travelling in an easterly direction. That's not homewards. It flies above the road until it reaches a roundabout. It then takes the third exit off the roundabout and flies south down a dual carriageway until it reaches another roundabout, and at that point it leaves the road and flies roughly directly towards home. هذه الظاهرة ليست جديدة بالنسبة لمربي الحمام. Our office is based near Cheltenham, very close to the M5, and certainly we can see flocks of racing pigeons flying up either the M5 or up the course of the Severn Estuary on a Saturday. لكن طلب من وينكي وماري أوفيكسيتر أن تطيرا فوق مساحات ممتدة من البحر دون وجود أي معالم أرضية ومن أماكن لم تتواجدا فيها من قبل ولا يمكن أن تكونا تعرفتا عليها، فكيف استطاعتا أن تكملا المهمة دون وجود طرق يمكن اتباعها؟ أظهرت المعلومات التابعة لأنظمة الملاحة الجوية أن الحمام يستخدم مجموعة من التقنيات ليجد طريقة. إحدى هذه التقنيات الطريقة التي كان يستخدمها البحارة في الملاحة قبل عدة قرون. The dominant compass that pigeons use for navigating is based on the sun. And if you think about it, the sun is a very strong signal during the day, and you can use the position of the sun to give you compass direction because the sun has a predictable trajectory across the sky. ولهذا فإن سباق الحمام السلمي يتم خلال النهار، ولكن لا يمكن توقع أي شيء خلال الحرب. Transport that to the war years and you've got a different kettle of fish altogether. Firstly, we were
asking these birds to fly all year round in all different sorts of weather we wouldn't even consider today. Quite often they would be released in dusk and the birds would still manage to get back. كيف استطاعت وينكي أن تجد طريقها إلى مقرها خلال الليل إن لم يكن باستطاعتها استخدام موقع الشمس؟ الجواب أن لدى الحمام طريقة أخرى. أقوى جهاز ملاحة لديه هو بوصلة داخلية. The Earth is in a sense like a giant magnet. So we know that the pigeon has this magnetic compass, and as long as the bird has been trained to fly in roughly the right direction to get to home, you can take it much further than anywhere it's been before. So from unfamiliar places, the pigeon can use the Earth's magnetic field to orient towards home. ولكن كيف يحس الحمام الحربي بالحقل المغناطيسي؟ تقترح التجارب الحديثة على طرق الملاحة التي تستخدمها الطيور خلال الظروف المختلفة جوابا مدهشا. They may be seeing the Earth's magnetic field through their eyes, and that's possible because the molecules which are sensitive to light, the things that allow them to see, are also sensitive to magnetism. هذه التركيبة الفريدة من السرعة والتحمل والقدرة على الطيران سمحت للحمام خلال الحرب العالمية الثانية أن ينقل الرسائل التي أنقذت الكثير من الأرواح، وهذا أعطى لقوات الحلفاء الأفضلية خلال الحرب. الآن هم على وشك القيام بمهمة مستحيلة. Towards the end of the war comes the biggest operation for the Western Allies, D-Day, Operation Overlord, the invasion of the 6th of June 1944 of the French coast. خطة الغزو كانت تحتاج إلى أنظمة اتصالات فعالة ذات مستوى لم يتخيله أحد من قبل. D-Day proved to be very significant with the pigeon service because it was then that masses of our pigeons were used, probably several thousand, in the one effort alone. كان هذا أكبر اختبار يخضع له الحمام المختار، لأنه بالنسبة للجنود فإن يوم 6 من يوليو حزيران عام 1944 كان أطول يوم، إنه يوم الغزو. كانت خطة قوات الحلفاء دفع الألمان للخروج من المناطق المحتلة من أوروبا، وهذا سوف يعيد تحديد معنى الحرب في العصور الحديثة. تضمنت أكبر غزو بحري في التاريخ بما في ذلك 5000 مركبة أرضية. كان عليهم أن يقطعوا القنوات البريطانية غير المعروفة لهم، والتي كانت قد اخترقت من قبل الأسطول الإسباني ونابليون وهتلر. العمليات الجوية أيضا اشتملت على 13,000 مظلي تم إنزالهم خلف خطوط العدو. ولكن كل هذه الخطط المعقدة كان يجب أن يتم تنفيذها دون استخدام أجهزة اللاسلكي. It's essential that the Germans are deceived as to where the actual landings will be until the very last possible moment. Because the Germans know a landing's coming, they just don't know when, where, or in what strength. Now, as part of that deception plan, you've got to have radio silence. How do you get around the problem of communicating with your agents in the field in the deception plan of radio silence? Answer, the humble pigeon. ذهبت الآلاف من طيور الحمام مع الجنود في يوم الغزو. العريف جون بريتن والملازم جيمي لورينج من فرقة المظليين التاسعة كانا يحملان معهما حمامة I was conscripted in 1940 with the 10th Essex Regiment for 2 years, and I joined the Paras in 1942. I was the second in command of the signal platoon. Jeremy Loring was our officer, and it wasn't really until the last minute, I don't think, as far as I was concerned, that we were issued with a pigeon. في يوم الغزو طلبت من فرقتهما مهمة حساسة، وهي التخلص من الدبابات الألمانية الرئيسية في ميرفيل. كانت الدبابات مصوبة نحو شواطئ الإنزال. There were 4 lots of guns firing onto the coast, and we had to put them out of action. So we had to have them out of action by 5 o'clock before the landings. في حال الفشل في هذه المهمة هناك خطة طوارئ بديلة. The battleship Arethusa had instructions
to fire shells onto the battery if we hadn't destroyed it by a certain time. ولكن كانت هناك مشكلة كبرى. أجهزة اللاسلكية التابعة للفرقة أخطأت منطقة الإنزال بما يقارب 15 كيلومترا. We had no radio communication to the Arethusa apart from the signal officer had a pigeon. That was the only communication we had to stop the ship firing before we finished. إن لم توصل الحمام الرسالة في الوقت المحدد فإن السفن الحربية لن تعرف أبدا بأنها تطلق النار على الفرقة التابعة لها. تحطيم الدبابات في ميرفيل كان مهما جدا لخطة يوم الغزو، وبنفس هذه الأهمية كان على حمامة دوق نورماندي إيصال الرسالة التي تنص على تدمير الدبابات للمقر الرئيسي لقوات الحلفاء. It would be a mistake to think that these pigeons on D-Day just flew back. Think what it must have been like on the beaches. There were artillery bombardments going in. I think more explosive goes in on the Normandy landings than in the Hiroshima bomb. There are still Hawks flying around, and those pigeons have to fly through that barrage and that bombardment to get back. كانت هذه المعركة من أكثر المعارك الجوية دراماتيكية في التاريخ. كان الحمام الحربي محملا بالرسائل المهمة، ولن تكون هذه الرسائل مهمة إن لم يتمكن الحمام من إيصالها إلى قواعد قوات الحلفاء. هل ستنجح دوق نورماندي في مهمتها؟ هل ستنجو من أطول يوم على الإطلاق؟ Fortunately, the pigeon did get through and the shelling was stopped in time. I firmly believe that this pigeon, the Duke of Normandy, played a significant part in the success of the D-Day operation. ماتت طيور كثيرة في ذلك اليوم، الكثير منها جراء المتفجرات، والكثير قتلت من قبل الصقور أو من قبل رجال القناصة الألمان. كانت الخسائر كبيرة يوم الغزو في صفوف الحمام وفي صفوف الرجال أيضا، ولكن العملية نجحت. آنذاك اعتقد الجميع أن هذه ستكون آخر مهمة للحمام. Everyone believes that the day of the pigeon is over in the Second World War. Well, they're wrong. Because in September 1944, Montgomery makes this extraordinary thrust to try and get across the Rhine and end the war by Christmas. It all goes horribly wrong. في أرنم هولندا واجه الحمام آخر وأعظم اختبار له. كانت معركة أرنم جزءا من النهاية التي دفعت هتلر للخروج من الدول المحتلة. هناك حمامة واحدة قامت بأهم عملية لها في تاريخ مشاركة الحمام في الحرب، فقد خذلت التكنولوجيا الحلفاء مجددا لأنهم لم يتمكنوا من استخدام اللاسلكي لطلب التعزيزات التي كانوا بحاجتها. Modern sophisticated radio and wireless fails completely. Why? Because they're in a hurry. They've got the wrong crystals. They can't talk to England. They can't talk to the advancing troops. So radio fails completely. The only way they can get the message back that they're in serious trouble is a pigeon. أخذ عامل اللاسلكي الحمامة التي سميت فيما بعد باسم ويليام أوف أورنج ووضع عليها الرسالة العاجلة التي يطلب فيها التعزيزات. Flew back some distance of some 260 miles, half of which was over water, in just over 4 hours. So that was averaging around about 60 miles an hour. وصلت الحمامة ويليام أوف أورنج إلى مقرها بأمان وكانت تحمل الرسالة المهمة. وصولها السريع عنى أنه تم إنقاذ أكثر من 2000 جندي تابع لقوات الحلفاء عند وصول التعزيزات، وهو أكبر عدد من الأرواح التي تم إنقاذها بواسطة حمامة. Although Arnhem is a disaster, it would have been a catastrophe if the pigeon hadn't been able to get through. The pigeon is the one that can get the message through when all technologies failed. هذا الصرح في لندن يكرم آلاف طيور الحمام التي خاطرت بحياتها خلال المعارك كمعركة أرنم على سبيل المثال. إنها كأي جندي إلزامي.
طيور الحمام الشجاعة التي عرفناكم عليها مثل وينكي، جي آي جو، ماري أوف إكسيتر، دوك نورماندي، ويليام أوف أورنج، هي من ضمن 32 حمامة شجاعة شاركت في الحرب العالمية الثانية وحصلت على ميدالية ديكن التي تعادل ميدالية الشرف التي يقدمها الكونغرس وميدالية فيكتوريا. I genuinely believe there is such a thing as a brave pigeon. And maybe brave pigeons, like brave men and women, deserve to be given medals. I think it's the main thing, because that is the only way we can show what pigeons achieved. If there was no Dickin medal, where would it go? في الوقت الذي كانت فيه التكنولوجيا التي استخدمها الإنسان تنشر الدمار، قامت طيور الحمام بتقديم المساعدة الكبرى. أظهرت طيور الحمام قوة عظيمة وتصميما كبيرا خلال الأزمات. وجدت طريق العودة إلى موطنها في الليل من المناطق العدائية والغريبة عنها مستخدمة أجهزة الملاحة الطبيعية لديها. خاطرت بحياتها لتزود بالمعلومات الاستخبارية التي ساعدت قوات الحلفاء على هزيمة ألمانيا. الأهم أنها ساعدت على إنقاذ الكثير من الأرواح. الكثيرون منا لا يعرفون أهمية الحمام، ولكن من يتذكر الدور الذي لعبه الحمام خلال الحرب العالمية الثانية عليه أن يقدم له الاحترام. الآن ربما ننظر إلى الحمام المتواضع بطريقة جديدة.